السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو اليوم هو على ملكة المائدة المغربية بدون استثناء في الشهر المعظم رمضان الكريم. فيديو اليوم هو على الحريرة، الوجبة اللي ما كتخطى حتى منزل خلال الشهر المعظم. وحريرة الحاجة ماشي أي حريرة، تيقوني لقلت لكم غتلصق لكم في الذاكرة البعيدة المدى، ما باقيش تقدروا تستغنوا عليها. ترجع هي المعتمدة عندكم إن شاء الله. كنتمنى الله تعالى أنها تكون عند حسن ظنكم وثقتكم، فعلى بركة الله. إذا أحبابي، فيديو اليوم ما كيخصش الطريقة بقدر ما كيخص بعض التفاصيل. المغربيات ما شاء الله عليهم معروفين كلهم حاذقات ومعروفين كيتفننوا في الحريرة وفي غيرها من الأطباق، ولكن بعض التفاصيل الدقيقة هي اللي كتعمل الفرق. وهنا كنحب نشير لواحد التفصيل مهم، هي مسألة الربيع. الحريرة نصيحة، ما عمركم تعملوها بالربيع اللي عندكم في الدار. انا هنا كنعمل الحمص ديالي وكنعمل عليه الماء الكافي وكنعمل عليه الملح فقط، وكنشد له في طنجرة الضغط ونخليه يطيب ما بين ساعة الا ربع حتى لساعة. وفي هذا الوقت هذا كنقطع الربيع ديالي وكنغسلو ونزلو باش يطلع. اذا كنبدا بالكرافس هي الاوليه. كيف ما كتلاحظوا كنستعمل كميه كبيره. الحريره هي الكرافس بالدرجه الاولى، كنعملها على شكل ربيطه، وكنمشي كنقطع ديك القزبور ديالي وديك المعدنوس وكنقطعهم رقاقين. القزبر او الكزبره غنستعملو على مرتين، شويه غنستعملوه مع الاولي وشويه غنخليه حتى التالي كما غادي تشوفوا ان شاء الله في نهايه الفيديو. هنا كنقطع المعدنوس حتى هو كنقطعو رقيق، كنقطع الكرومب حتى هو رقيق. وعدد منكم كيطرح عليا السؤال واش كتعملوا الكرومب في الحريره. الكرومب في الحريره عنده طعم مختلف تماما، الفرق ديالو كبير جدا، ناهيك عن الفوائد ديالو الصحيه. كنقطع حتى البصوله ديالي وحتى هي بنفس الطريقه كنقطعها رقيقه، ثم كنرجع نقطع طريفه اللحم على حسب الرغبه ديالكم، غني او بكري كما حبيتو. هنا في اناء كنرجع نجمع ديك المكونات ديالي اللي قطعتها قبل. كنضيف لها شويه ديال السمن، وكنضيف ديك الربيطه اللي عملنا قبيلتي ديال الكرافس، ثم كنبدا نضيف العطريه. وبالنسبه للربيع كما قلت لكم المعدنوس كنعملوه كامل، بينما القزبر كنعملو تقريبا الثلثين، والثلث كنحتفظوا به حتى النهايه. اذا ملعقه كبيره من الكركم او الغركم، نصف او اقل ملعقه من الفلفل الاسود، نصف ملعقه وزياده شويه ديال سكينجبير. ودابا الحميص ديالي وجد، كنفتح على طنجرة الضغط وكنضيف ديك العناصر اللي جمعتها كلها مع بعضها، وكنرجع نقفل عليه الطنجرة واحد نص ساعة اخرى. الوقت باش كطيب لي هاد المكونات هادي كنجبر انا نوجد صلصة الطماطم ديالي. كناخد حبات الطماطم حسب الرغبه، لان كاين اللي كيبغيها زايده، كاين اللي كيبغيها ناقصه، كاين اللي ما كيقدر لا شيء اصلا. كنحكها وكنضيف لها مركز الطماطم او مطيشه الحك كما كنسميوها، كنخففها شويه بالماء وكننزلها على جنب. الطنجره ديالي كنكفيلها باش نضيف لها الصلصه، دوزات فقط ربع ساعه. وهنا لاحظوا انني كنستعمل لابلاك اندكسيون، يعني الاداء ديالها مرتفع جدا مقارنه بالغاز. اذا كنرجع نفتح لها وكنستمر كنضيف لها ديك الكميه اللي عندي العدس، طبعا منقيه ومغسوله. كنخليها تغلي معها وكنحضر معلق الدقيق او اللي كنسميوها حنا التدويره ديال الحريره. اذا كنعمل شويه الماء العادي بالصنبور، وكنضيف له واحد الكميه من الطحين. في الاول كنخليها ثقيله شويه وكنبقى كنحرك فيها باش تجنب ان يتكونوا فيها دوك كواور، ومن بعد كنخففها بالتدريج. كنضيفها على الحريره ديالي، وهنا كنكون نقصت شويه الحراره وكنخليها كتغلي. وهنا كنضيف ديك القزبر اللي خلينا في الاولي، كنت طحنته مع شويه ديال الملح، كنضيفه وكنحرك عيب شويه. ومن بعد شويه كنعاود نضيف اما الشعريه او الروز على حسب
الرغبة والذوق ديالكم، وكنستمر في التحريك. لاحظوا هنا السهم كيشير لي امتى نعرف ان الحريره ديالي صافي واجده. كتبقى كتغلي وكتعمل واحد الشوش داك الرغوه كتبقى تمشي للجوانب بالتدريج حد ما كتختفي تماما. حين كتختفي لي تماما كنعرف الحريره ديالي طيبه، والطحين اللي فيها والشعريه اللي فيها طابو ما يشكلولناش شي مشاكل على الامعاء ديالنا. وحاجه اخرى، الحريره حين كطيب مزيان كتحافظ لنا على نفس القوام واخا كتبرد، بالعكس اذا ما كانتش طيبه كتقال بزاف. اذا احبابي الحريره ديالنا وجدات، نذوقوها بالصحه والعافيه، جربوها وردوا عليا اخبار في التعاليق. استودعكم الله وصلوا على الحبيب.